وعشان كده خدت خطوة إن استقل أنا ومريم ونأجر بيت ونعيش فيه. كنت فاكرة إن اللي فات من حياتنا أسوأ ما فيها، لكن للأسف كنت غلطانة. ابتدت الفترة الجديدة من حياتنا بعد ما أجرنا البيت بكلام الناس وطمعهم فينا أنا وأختي، لدرجة إننا كنا بنخاف ننام بالليل. بس استحملنا وعدت الأيام وخلصنا دراسة المدرسة وجبنا مجموع عالي الحمد لله. دخلت كلية الطب ومريم دخلت كلية الصيدلة، وهنا أول مرة نفترق في الطرق. كنت بخاف جدا على مريم إن أسيبها لوحدها في كليتها، بس في نفس الوقت كنت مديها الحرية والثقة عشان ما تحسش إني فارضة سيطرتي عليها كأخت كبيرة. وكنت مكتفية إن طول الوقت بوعيها وبفكرها بعمنا اللي رمانا في الشارع، وإن إحنا بفضل ربنا وكرمه وصلنا للي إحنا فيه. وكنت بنصحها دايما بالمذاكرة والنجاح عشان ما يشمتش فينا لو اتقابلنا في يوم. وفعلا ربنا كان معانا خطوة بخطوة، وقدرنا ننجح أنا ومريم في كلياتنا سنة ورا سنة، والحمد لله أحوالنا اتحسنت بفضل الله يمكن 100 مرة عن لو كنا عايشين مع عمي وأسرته. وهو ده كان الهدف بالنسبة